السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو عبارة عن ازاي تشطب باب عندك في البيت بالطريقة الجميلة ديت زي ما انتوا شايفين. هنا دوت باب احنا قلنا شطبناه. وحبيت ان انا اشارككم الامر لعل وعسى حد حابب ان هو يعمل كده في بيته، فقلت لعل وعسى ينتفع بالامر ده. حضرتك الادوات المستخدمة عبارة عن لاكيه لامع، فرشة ورولة ونفط فرنساوي وعلبة فاضية. هنا دي البيبانة اهيت قبل ما نشتغلها بوريها لكم. ده الشكل العام ليها، وده شكل الباب اللي احنا خلصناه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا يلا نتوكل على الله ونبتدي. هنا انا فضيت الدهان في العلبة الفاضية وخفيته بنسبة 15% نفط فرنساوي، وبشتغل بالرولة. انا هنا ما لزقتش تيب، وهشتغل مباشر على على الخشب، حتى هتلاقيني حريص جدا وانا شغال عشان ما يسيلش مني. وهو عادي لو حصل اي حاجة انت بامكانك بحتة فوطة صغيرة او اي حاجة قطن تبلها بالنفط وتمسح اي حاجة سيلت منك او اي حاجة حصلت معك. هنا انا شغال على الطروف، بساوي الطروف، وبعد كده هبتدي شغل الدهان عادي خالص. معانا واحدة واحدة ومعاكم بوريكم الطريقة ازاي نشتغل. هنا انا سرعت الفيديو شوية، هي الطريقة انا وريتها لكم. احنا هنا هنبتدي اهوت ندهن كله معانا اهوت. دي الطريقة بندهن بيها عادي، وفي حتة سيلت منها اهيت شايفينها انتوا في الخط، هبتدي اعالجها دلوقتي. المهم ان انت بتدهن وش وبتمسه وانت شغال زي ما انتوا شايفين الطريقة. بخليه مليان مرة واحدة لكن ما بمشيش عليه تاني. حضرتك زي ما انت شايف كده انا خلصت اول جنب. انا جبت حتة الفوطة اهوت وبليتها كده بالنفط الفرنساوي ومسحتها ما عادش ليها اثر. دلوقتي هنشتغل بقية الباب زي ما انتوا شايفين. انا شغال فيه بحرص جدا. هي دي الطريقة سهلة جدا بامكان اي حد ان هو يشتغلها. هنا انا بدهن الحواف بتاعة الباب، اشتغلها بكل سهولة وما تستعجلش على شغلك عشان ما فيش اي حاجة تطلع منك غلط. واحدة واحدة، انت مش مستعجل على حاجة. انا معاكو، ولو محتاجين اي استفسار برضه او محتاج تسأل على اي حاجة بامكانك تكلمني في الكومنتات وانا هرد عليك على طول ان شاء الله. ده دهان زيتي لاكيه لامع. بامكانك تجيب لاكيه ابيض وتلونه زي ما انت عايز، او بامكانك تشتريه جاهز ملون من عند الموان. هنا احنا بنخلص في الباب ان شاء الله. انا عملت لكم عينة باب واحد، وبعد كده صورت لكم البيبان كلها وهي متشطبة. طبعا انا صورتها وهي لسه طرية، يعني لسه كانت ما نشفتش. كده يعتبر الباب لسه الحتة اللي في النص والحتة التانية. تابعونا ادينا معاكم. هنا بقى احنا بنعمل طريقة دهان الكتف دي، هوريها لكم بالتصوير البطيء. هنا احنا بندهنها عادي جدا زي ما دهنا الباب، وبنبقى حريصين جدا واحنا شغالين بيها عشان ما نبهدلش اي حاجة جنبها. وهنا بجيب فوطة قطن، هتشوفوا دلوقتي انا عملتها ازاي. جمعتها بطريقة معينة بشكل معين هوريها لكم دلوقتي. وبعد كده وهو طري كده بشتغل عليه بالطريقة اللي ايدي شغالة بيها دي عشان يطلع معاكم تجزيعة جميلة زي ما انتوا شايفين كده.
ولعل وعسى ربنا يجعلني سبب في الانتفاع ليكو. دي بتعمل شكل جمالي. احنا كده عملنا الشكل، وده الطريقة العامة لشغله. انت بتحاوط بيه كل الجنب. انا عملت ده على الاطار بس ما عملتوش على البيبان. ده شكل البيبان بعد ما اشتغلنا، وده شكلهم بعد ما انتهوا كلهم. يا رب يكون الشغل عجبكم. وهي طبعا على الطبيعة غير طبعا التصوير. ربنا يبارك يا رب لأصحاب الشقة، ويبارك لهم في مالهم وفي عيالهم. ده أحمد العسل دوت كان معايا في الشغل كله. ولد جميل، ربنا يحفظه ويحميه يا رب، ويبارك فيه ويجعله ذرية صالحة لأهله يا رب. هنا بقى انا هقول لكم على السر اللي انا كنت عايز اقوله لكم. انت هنا لما تيجي تشتري من موان تشتري رولة اسمها رولة مهير. الرولة دي من غير شعر، وهي دي اللي هتطلع الشغل معاك بالجمال ده.